انت داخل تتعلم؟ يبقى ابدأ من المكان الصح. تطبيق Learn in Depth بيفتح لك باب لعالم جديد، كله كورسات تقيلة وخبرة هتشوفها في شغلك وفي أي انترفيو تستناه. كل اللي عليك تكتب الإيميل وتدوس أونلاين مود، وساعتها انت رسمياً بدأت تتعلم بعمق بجد. والمميز هنا انت اللي بتحدد وقتك. ارجع للمحتوى في أي لحظة وراجع على راحتك، لأن كل حاجة هنا معاك مدى الحياة. الفيديوهات كأنك قاعد مع انستراكتور بيشرح لك خطوة بخطوة. لابس تطبيق عملي حقيقي تشتغل عليه بإيدك. باوربوينتس وبي دي إفس موجودين للمراجعات والتركيز على التفاصيل. كويزز وإكزامز علشان تقيم نفسك وتشوف وصلت لفين. وكومبيتيشنز هتتحدى نفسك وتكسب ستارز وتشوف ترتيبك بيتقدم بين زمايلك. في Learn in Depth جمعنا لك أقوى الدبلومات والكورسات اللي هتفتح لك أبواب الشغل الحقيقي. DevOps لو نفسك تفهم الدنيا بتمشي إزاي من أول كود لحد البرودكشن، يعني CI/CD، Docker، Automation، كل حاجة بعمق. Automotive Cyber Security عايز تشتغل في مجال السيارات، لازم تكون فاهم إزاي تحمي الأنظمة دي. الكورس ده هيدخلك على ECU Security والبروتوكولات وكل التفاصيل اللي الشركات بتدور عليها. Mastering Embedded AUTOSAR In Depth Diploma لو نفسك تدخل عالم الأوتوسار بمستوى شركات، دي فرصتك. من السوفتوير كومبوننتس للRTE لحد الأمكل، شغل شركات حقيقي وخبرة تسندك في أي انترفيو. System from Scratch من الصفر لحد ما تبني نظام شغال بإيدك. C Microcontroller Interfacing ARM Testing و RTOS، وكل خطوة معاها شرح عملي ولابات حقيقية. دي الدبلومة اللي تبنيك من الأول صح. Mastering Python for Machine Learning عايز تبدأ برمجة وعندك فضول عن الذكاء الاصطناعي؟ ابدأ بايثون من غير تعقيد وتعلم تطبق على Machine Learning Projects خطوة بخطوة. لو ناوي تدخل عالم Embedded Systems بجد، فدبلومة Mastering Embedded Systems هي البداية الصح والمشوار اللي هيمشيك خطوة بخطوة. نبدأ بأوفرفيو وإنترودكشن علشان تبقى فاهم انت داخل تتعلم ايه. بعد كده Unit 2 C Programming في 15 خطوة تخليك تمسك السي من أولها لآخرها. Unit 3 Embedded C 7 خطوات كلها شغل عملي وتطبيق حقيقي. Unit 4 System Architecture هنا بتتعلم إزاي الأنظمة بتتصمم وتشتغل مع بعض. Unit 5 First Term Exam and Project علشان تطبق اللي اتعلمته بإيدك. Unit 6 Microcontroller Architecture 7 خطوات تشرح لك جوه المايكرو كنترولر بيشتغل إزاي. Unit 7 MCU Essential Peripherals 8 خطوات عن ال GPIO وال UART وال I2C. Unit 8 MCU Interfacing 11 خطوة كلها توصيل وتشغيل حقيقي. Unit 9 Timers و ADC 5 خطوات تفهم بيهم التايمرز وتحويل الإشارات. Unit 10 Software Engineering 4 خطوات تركز على التستنج والفاليديشن. Unit 11 Embedded Jobs وتقييم الستارز، هنا بتشوف إزاي الشركات بتقيم المهندسين وإزاي توصل ل3 و4 نجوم. Unit 12 Advanced Topics 5 خطوات تخليك متقدم في الأداء والتفكير. Unit 13 Mastering CAN Protocol 8 خطوات تشرح لك الكان بالكامل من الأساس لحد التطبيق. Unit 14 ARM Cortex M3 و M4 8 خطوات بتشرح لك البروسيسور اللي بيشتغل بيه السوق. Unit 15 Create Your Own RTOF في 13 خطوة هتعمل نظام تشغيل حقيقي بإيدك. Unit 18 Sensors و Actuators 19 خطوة عن العالم الحقيقي زي الحرارة، الضغط والموتورز. Unit 19 Soft Skills 3 خطوات مهمة علشان تتعامل صح وتفكر كمهندس محترف. دلوقتي ندخل على المستوى الثاني من الاحتراف، دبلومة كلاسيك أوتوسار إن ديبث. لو عايز تشتغل في شركات العربيات، الدبلومة دي هي المفتاح. نبدأ بأوفرفيو علشان تاخد فكرة عن النظام كله. Unit 1 Getting Started with AUTOSAR 6 خطوات تعرفك الأساسيات وتجهزك للمشوار. Unit 2 AUTOSAR Architecture and Methodology 7 خطوات تشرح لك البنية بتاعت النظام وإزاي الشركات بتطبقه في مشاريعها. Unit 3 AUTOSAR Software Layer 15 خطوة قوية هتفهمك كل لاير في الابليكيشن والRTE والبيزك سوفتوير. Unit 4 AUTOSAR Operating System 19 خطوة هتخليك تتحكم في التاسكس، الايفنتس والريسورسز. كل اللي محتاج تعرفه عن الOS هنا. Unit 5
مايكرو كنترولر ابستراكشن لاير، 14 خطوة بتربطك بالهاردوير، هتفهم ازاي كل بيريفرال بيشتغل جوه الاوتوسار. يونت 6 كوميونيكيشن ستاك، بس هتلاقي فيه كل ما يخص الكوم، البي دي يو والانترفيس لاير. يونت 7 ميموري ستاك، 6 خطوات عن EEP رام، فلاش، رام وكل ما يخص الذاكرة، ازاي بتدار جوه نظام اوتوسار. يونت 8 دايجنوستيك ستاك، 4 خطوات أساسية هتتعلم فيها ازاي النظام بيشخص الأعطال ويرصد المشاكل. يونت 9 كريبتو ستاك، خطوتين بس فيهم قوة، الأمان، التشغيل والتعامل مع السكيور بوت. يونت 10 ماسترينج كان بروتوكول، 8 خطوات هتخليك فاهم الكان كويس جدا وازاي اوتوسار بيتعامل معاه في الكوميونيكيشن. يونت 11 نتورك مانجمنت موديولز، 4 خطوات تعرفك ازاي النودز بتتنظم وتتواصل على الشبكة. يلا بينا نروح على دبلومة تقيلة، دبلومة ديفوبس. لو نفسك تفهم الدنيا بتمشي ازاي من أول كود لحد ما يدخل برودكشن. يونت 1 Introduction، 5 خطوات بتعرفك يعني ايه ديفوبس وليه مهم في الشركات النهاردة. يونت 2 Version Control، 15 خطوة هتفهمك الجيت والجيت هاب، تسجل، تتابع وتشتغل في تيمات زي المحترفين. يونت 3 CI/CD Continuous Integration and Deployment، 15 خطوة فيها شرح لكل حاجة، Jobs، Pipelines، Jenkins، Git، Plugins، Roles و CLI، مع دروس فيديو تفصيلية تشرح لك كل حاجة خطوة بخطوة، وفي الآخر اختبار سريع كويز تشوف فيه مستواك. يونت 4 Configuration Management Tool، 15 خطوة عن أنسبل، من أول ما تسطب لحد ما تكتب بلاي بوك وتتحكم في ملفات وسيرفرات. برضو الدروس أوفلاين وبشكل تطبيقي 100%، وفي كويز آخر الوحدة. يونت 5 The Project، 5 خطوات، وهنا الجد بقى، هتطبق كل اللي اتعلمته في مشروع حقيقي، أنسبل بلس ماردوينو بلس جينكنز بلس دوكيومنتيشن، يعني شغل شامل يثبت مستواك. يونت 6 لينكس، 8 خطوات تخليك تمسك اللينكس من أوله، تسطب، تتنقل، تكتب سكريبت وتفهم الشبكات والباكجز، ومعاه برضو كويز آخر الوحدة. يونت 7 Containerization دوكر، 8 خطوات تشرح لك الكونتينرات والدنيا بتمشي ازاي، من دوكر ايمجز نتوركينج لدوكر كومبوز سيكيورتي واوبتمايزيشن، وتقفل الوحدة بكويز يشوف انت استوعبت ايه. دلوقتي نوصل لأخطر وأهم جزء في العربيات الذكية، دبلومة أوتوموتيف سايبر سيكيورتي. لو نفسك تشتغل في حماية الأنظمة الإلكترونية في السيارات، فالدبلومة دي معمولة ليك. Overview وكورس Overview، 4 خطوات تجهزك وتشوف الصورة الكبيرة علشان تبقى عارف انت رايح فين. يونت 1 Introduction، 6 خطوات بتاخدك في رحلة بداية من تاريخ صناعة العربيات مروراً ب V2V و V2X وأنواع الدخول للعربية، لحد الفرق ما بين الفانكشنال سيفتي والسايبر سيكيورتي، وفي الآخر كويز سريع علشان تختبر معلوماتك. يونت 2 Introduction to Cryptography، 19 خطوة جبارة بتبدأ من المفاهيم الأساسية وتدخل على OpenSSL وبتسطبه بنفسك، وتشتغل على التشفير المتماثل والغير متماثل، وظيفية الهاش اللي بيستخدم في التوثيق، وإدارة الشهادات، وكل ده لابات عملية وسكريبتات تكتبها بإيدك، وفي الآخر كويز تاني يظبط لك الفهم. يونت 3 أوتوسار كريبتو ستاك، 12 خطوة تركز على إزاي الأوتوسار بيطبق السكيورتي داخلياً، هتتعلم عن مدير خدمات التشفير والإنترفيس والسواقة وإدارة المفاتيح، والفرق ما بين السوفتوير كريبتو والهاردوير كريبتو، وكمان هتفهم ال HSM وال SHE، وكل ده مدعوم بأمثلة وشرح مفصل في الفيديوهات. وفي الآخر كويز رقم 3 يونت 4 Automotive Security Schemes، 8 خطوات بتشرح أقوى الأساليب في حماية العربيات، زي الاتصال الآمن وتخزين البيانات بأمان وتشخيص الأعطال والفلاش الآمن والبوت الآمن. هتفهم كل ميكانيزم بيتطبق في عربيات النهاردة، وفي نهاية الوحدة كويز 4. نوصل دلوقتي للدبلومة اللي بتفتح لك الباب لعالم الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، دبلومة Python for Deep Learning. لو نفسك تدخل مجال ال AI وتفهم الشغل بجد من البداية، يبقى الكورس ده معمول علشانك. كورس Overview، 6 خطوات تعريفية بتجهزك وتشوف الصورة الكاملة قبل ما تبدأ. يونت 1 Python Basics،
10 خطوات أساسية بتبدأ من مقدمة بسيطة عن بايثون وتدخل على التحكم في الكود باستخدام الشروط والحلقات، الليستس، التابلز، الديكشنريز والسيتس، وفي كويز بعد كل درس علشان تتأكد إنك ماشي صح. يونت 2 User Defined Functions، 5 خطوات بتعلمك إزاي تكتب دوالك بنفسك وتقسم الكود بشكل احترافي وسهل التطوير. يونت 3 Object Oriented Programming OOP، 5 خطوات لفهم مفاهيم الكبسلة، الوراثة، التجريد والتعددية، وبعدها هتدخل على امتحان علشان تثبت اللي اتعلمته. يونت 4 AI Libraries، 6 خطوات مهمة بتفتح لك الباب لأدوات الذكاء الاصطناعي. هتتعلم NumPy لمعالجة الأرقام، Pandas للتعامل مع البيانات، Matplotlib لعرض الرسومات البيانية، وفي الآخر امتحان ثالث يختبر مستواك. يونت 5 Project and Final Exam، 4 خطوات بتطبق فيها كل اللي اتعلمته. هتشتغل على مشروع فعلي وتدخل الامتحان النهائي اللي يثبت إنك جاهز تدخل سوق الشغل، ونكمل بعدها على مستوى أعلى. يونت 1 Computer Vision DL Introduction، 6 خطوات بتفهمك المفاهيم الأساسية من Machine Learning للنيورال نتس لحد Gradient Descent، وكل ده مش بس نظري، لأ فيديوهات تدريب عملي. يونت 2 Computer Vision with PyTorch، 5 خطوات تركز على مقدمة في PyTorch، Linear Regression، إزاي تحفظ وتحمل موديل، وشرح المفهوم Binary Cross Entropy. الدبلومة دي مش مجرد بايثون، دي بوابتك الحقيقية لعالم ال AI والكمبيوتر فيجن والشغل اللي جاي. ابدأ النهاردة وخلي Learn in Depth يفتح لك الباب لمستقبل ذكي.